بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من برنامج كنيستي. شفنا الحلقه اللي فاتت نياحه البابا ديسكوروس 454 اتنيح، والكنايس في العالم كلها صراعات. اوعى تظنوا ان القسطنطينيه عشان البطرك بتاعها مضى على خلقدونيا فالكنائس هناك كانت موافقه. لا 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 لا، ده كان في صراع دموي في الشارع بين فريقين، حتى سموا نفسيهم فريق الخضر اللي هم رافضين خلقدونيا، وبين فريق سموا نفسيهم الزرق اللي هم موافقين على خلقدونيا. وخضر وزرق ده علشان نفس الفرق اللي كانت بتتصارع في الالعاب الاولمبيه في القسطنطينيه للدرجه دي. وكان كتير قوي من أساقفة وكهنة وشعب رافضين خلقدونيا في قسطنطينية. نفس الحال في أنطاكيا، هتشوفوا كمان شوية. الحال أصعب قوي في أورشليم. كان بقى في مصر طبعا كان في أساقفة خاينة الأربعة اللي مضوا وأحداث هتتم، لكن الشعب القبطي كله كان رافض خلقدونيا. اللي كان موافق على خلقدونيا الجماعة اليونانيين اللي كانوا في الإسكندرية، لأن انتمائهم أكتر إلى القسطنطينية. واليونانيين في اسكندرية في الفترة دي كانوا كتير، يقال إن هم كانوا تلت اسكندرية وتلت يهود وتلت الأقباط. لكن بقية مصر كلها من الدلتا لحد طيبة أو أسوان تحت كانوا كلهم ضد خلقدونيا، بما فيها طبعا الأديرة. وإن كان في بعض الرهبان الأجانب وبعض الناس اللي كانت بتناصر خلقدونيا، وخاصة الجماعة الأورجانية اللي كانت لسه ليها بواقي في أديرة نترية. أورشليم بعد خلقدونيا بقى حصل إيه؟ أورشليم كان أسقفها اسمه جوفينال، وتاريخه أنا حكيت لكم عنه إنه كان مع البابا ديسكورس في أفسس الثاني، وكان أحد الرؤساء اللي امبراطور سيودوسيوس الثاني قال ان هم يكونوا بيساعدوا البابا ديسكوروس، واللي كان في مجمع افسس الثاني اعاد اوطاخي لما اعترف بالايمان الارثوذكسي، وحرم الاساقفه النصاتره بما فيه ثيودوريت اسقف كورش على بطرك انطاكيا اللي كان وقتها نسطوري. بطرك قسطنطينيه كان نسطوري. جوفينال ده شفنا في خلقدونيا تحت الضغط اتغير. لكن اللي ما كانش باين وقليل لما كان بيتكتب في كتب التاريخ ان جوفينال ده نفسه لما لاون بعت المنشور في افسس الثاني رجع لاورشليم وقال المنشور وبينوا قد ايه ان لاون ده هرطق في المنشور ده، وان المنشور ده لا يحمل ايمان مظبوط اللي بعد شويه هيمضي عليه. بل قبل ما يروح مجمع خلقدونيا راح له أساقفة ورؤساء الأديرة للمقر بتاعه قبل ما يسافر، قالوا له كده: نترجاك بكل ما هو مقدس وكل تعهداتك الكهنوتية وتعهداتك كأسقف لأورشليم ألا تفرط في الإيمان، لأننا سمعنا أن ماركيان نسطوري، وإن كنت تشعر أنك ستوضع تحت حرج لا تذهب. تخيلوا، قالوا له كده متخيلين؟ فهم قبل ما يسافر وهم كانوا حاسين ان هو تحت الضغط ممكن يوافق، فقالوا له: نترجاك بكل ما تعهدت به امام المسيح الا تفرط في الايمان. اما هو قال لهم: ساذهب ولن افرط في الايمان، ولا افرط في صداقه القديس كيرلس المتنيح. لكن الحقيقه هو جوه المجمع سمعتوا عمل ايه؟ هو جوه المجمع مضى على منشور لاون
ومضى على قرارات خلقدونيا بما فيها حرمان بابا ديوسكورس. وان كان في بعض المراجع التاريخيه تقول ان هو راح له قبل ما يروح جزيره غغره وقال له حللني، انا غلطت ان انا مضيت بس كنت تحت ضغط. ده بعض المراجع اللي بتحاول انها تبيض وشه، لكن الحقيقه تصرفات جوفينال فيما بعد تبين ان هو كان بيدافع عن ذاته. وهو نتيجه امضائه على قرارات خلقدونيا ومنشور لاون رفعوه لدرجة بطرك. هو كان راح ودرجة أسقف. لما رجع بقى أورشليم، أول ما رست السفينة رهبان وشعب وقفوا قالوا له ليس لك الحق أن تدخل إلى كنيسة أورشليم، لقد فرطت في الإيمان، ذهبت ملآنا ورجعت خاويا. لكن كان راجع وفي كتيبة رومانية موجودة دخلته الكنيسة، وراح له اتجمع حوالين الكنيسة رهبان وكهنة وشعب وقالوا له لقد عاهدتنا ألا تفرط في الإيمان، أمامك حل من اتنين، إما أن تعلن رفضك لخلقدونيا أو تنسحب من كرسي أورشليم، لأننا لا يمكن أن نقبل أن يجلس على الكرسي راعي يحمل هذا الإيمان. ولما رفض إنه ينسحب قالوا له لن نصلي معك. امتنع الرهبان إنه يصلوا، بل امتنع كثير من الرهبان إنه يحط اليد عليهم ليديهم درجة أساقفة. قال لهم ما هو بقى بطرك يعني، متخيلين؟ قالوا له مش هنقبل أن توضع يد هرطوقية علينا. ونتيجة بقى العنف اللي حاصل ونتيجة الوضع اللي كان فيه صراع، لدرجة إنه حصل صراع في الشوارع وناس ماتت واتقتلت نتيجة الصراع بين الكتيبة الرومانية وبين الشعب اللي رافض دخول جوفيان، ولدرجة ان في احد الرهبان طلب يقابله، فلما قابله راح طلع من ايديه شوية تراب وحطها على راسه وقال له هذا ما تستحقه، انت لا تستحق ان تكون بطرك. للدرجة دي يعني. هو انسحب ورجع القسطنطينية، فالاساقفة المحافظين على الايمان وجدوها فرصة، قالوا هذا لم يعد بطرك لانه سقط في هرطقة، لم يعد بطرك. وده اللي بقوله لكم، كل من يغير أو يحرف في الإيمان المستلم من الآباء الرسل يسقط من رتبته، ولا يوجد سلطان بعد الانحراف عن الإيمان. وحطوا اليد على أسقف على راهب يحمل الإيمان الأرثوذكسي القويم غير الخلقدوني اسمه ثيودوسيوس، وبقى في بطرك تاني على أورشليم غير جوفينال. وبدأ هذا الأب الأسقف الجديد إنه يوضح خطورة خلقدونيا، وابتدى يرسم أساقفة تنتشر في فلسطين وفي أورشليم وفي البلاد اللي حواليها. خلي بالكم بس، أصل إيه بقى بتسمعوا كتير يقول لك إيه إن اللي حصل في خلقدونيا صراع ذات بين ديوسكورس وبين مش عارف مين. اقول لكم طب وبتاع اورشليم دول وكنيسه اورشليم اللي رفضت خلقدونيا، وهتشوفوا كمان شويتين كنيسه انطاكيا اللي رفضت اصلا البطرك بتاعها وعملوا بطرك تاني اللي هو بطرس القصار، والقسطنطينيه اللي كان فيها تيار قوي هتشوفوا كمان شويه اللي قلت لكم عنه ده اللي هو بيسموه الجماعه الخضر اللي كانوا ضد خلقدونيا. دول كمان كان ذاتهم، ودول كمان ما كانوش فاهمين. يا جماعه بس انا مش حابب اي حد بس يتكلم بالطريقه دي، لان التاريخ واضح ومثبت. لكن زي ما قلت لكم ان الكتيبه الرومانيه كانت بتحاول انها تنفذ كلام ماركيان ولو بالقوه، وده باوامر الامبراطور والامبراطوره. لكن كان في بقى سندين اسقف اورشليم الجديد ثيودوسيوس، حماة فالنتينيان الثالث اللي هو كان امبراطور الغرب، والغرب
الغرب كان ليهم قوة عسكرية أيضا في أورشليم، وبدأت حركة صراع بين ماركيان وبوليكاريا لقمع كل من هو ضد خلقدونيا في أورشليم، وبين جماعة مسلحة أيضا نتيجة فالنتينيان الثالث إمبراطور الغرب وأمه وحماته اللي اسمها إفدوكسية، لأنهم كانوا ضد خلقدونيا. لكن للأسف ما استمرش مساندة إفدوكسية وفالنتينيان، نتيجة جسرك اللي هو ملك القود ده جه وقدر انه يجتاح روما، وهرب فالنتينيان الثالث هو وعيلته كلها بما فيها حماته، وراحوا على بيزنطة قسطنطينية. استقبلوا بقى ماركيان وبوليكاريا وقالوا لهم شرطنا الوحيد علشان تعيشوا وسطينا انكم توافقوا على خلقدونيا وتوقفوا كل ارتباط بينكم وبين الله خلقدونيين في مصر او في اورشليم. وبالتالي هم وجدوا ان لو ما وافقوش هيسلموا الى اعدام، فوافقوا. متخيلين الوضع قد ايه يعني. وكان في الفترة دي حصل مذبحة قام بيها الجيش الروماني في أورشليم، وانتقلت المذابح إلى بلاد تانية في أنطاكيا. الأسقف أورشليم الجديد ثيودوسيوس كان بينتقل من مكان لآخر علشان يسند الإيمان الأرثوذكسي، وراح في 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 منطقة صراع اتقبض عليه ودوه قسطنطينية، ورجعوا جوفينال تاني يقعد على الكرسي، وأخدوا هذا الأسقف القديس الأرثوذكسي اللا خلقدوني وحطوه في غرفة في أحد الأديرة كانت مخزن للجير الحي، يعني يستنشق جير حي، وقعد هناك لحد أما مات ماركيان. وليو أو الإمبراطور اللي بعد ماركيان أصدر قرار بالعفو عنه، لكن هو مات بعد قرار العفو بأيام لأن صحته كانت تعبت. جوفينال بقى فضل مكروه من الشعب والإكليروس، وحاول ان هو يتودد لرؤساء الأديرة. كان يروح لرؤساء الأديرة يحاول يقنعهم بأن خلقدونيا دي تعبيرات ممكن نتفق عليها او نختلف عليها، لكن الايمان زي بقى الناس اللي هم ما تمسك لهمش بقى ده يقول لك لا لا، ما احنا بنقول طبيعه واحده على فكره برضو، ولحد النهارده بيقولوا الكلام ده. ولكن بروسوبون اللي انا قلت لكم عليها خلي بالكم، ده احد الطرق الملتويه لاعلان الطبيعتين بصوره اخرى، لان البروسوبون معناها ايه؟ معناها شكل خارجي للطبيعه الواحده وفي الداخل منقسم. لكنه كان مكروه، حتى ان احد رؤساء الأديرة قال الله لا يسمح الا اكون مضطر ان ارى وجه هذا يهوذا الخائن. وتركوا رئيس شمامسة اورشليم، ورئيس شمامسة في الفترة دي معناها انه المسؤول عن الخدمة في الكنائس، وعاش جوال في الصحاري اسمه ستيفن عشان ما يضطرش انه يصلي مع جوفينال. لكن قدر انه يعزل أساقفة ويعزل رؤساء أديرة، ويحط أساقفة ورؤساء أديرة موافقين على إيمانه هو. وبعد فترة للأسف صار هذا التيار هو الذي يتزعم الكنيسة في أورشليم، وأصبحت أورشليم خلقدونية نتيجة ما فعله جوفينال. أنطاكيا، نتكلم على ما بعد خلقدونيا. أورشليم، أنطاكيا بقى. أنطاكيا معقل الأريوسية ومعقل النسطورية ومعقل الانحراف الفكري نتيجة المدرسة اللي أسسها أصلا أوريجانوس، ثم صارت تحبل بكل ما هو هرطقات. دومينوس
بطرك انطاكيا أدين كنسطوري حقا بكلماته في مجمع أفسس الثاني اللي أنا كلمتكم عنه في خلقدونيا. ليه دومينوس حصل فيه كذا؟ فاتقال لأنه قال إمام نسطوري، وحل محله بطرك تاني اسمه ماكسيموس. مات ماكسيموس 455، وجي بعد منه 3 أساقفة كلهم خلقدونيين، باسيليوس وأكاكيوس ومارتيروس. لكن مارتيروس كان هو راح القسطنطينية، آخر أسقف ده مارتيروس كان في القسطنطينية، فاستغل التيار الأرثوذكسي في أنطاكيا غيابه، وأعلنوا أنه هذا المهرطق ليس له الحق أن يكون بطرك أنطاكيا، وحطوا اليد على واحد اسمه بطرس القصار. ده بقى هيكون من أشد المعارضين لخلقدونيا، وكان بيصر على ان خلقدونيا هو مجمع شيطاني. والنهارده لحد النهارده الخلقدونيين ليهم صلاة يقفوا كده يلعنوا البابا ديوسكوروس ويلعنوا بطرس القصار. بطرس القصار ده حطوا اليد عليه سنة 471، وهو اصلا اخذ اللقب من مهنته السابقه، هو الصباغ قصار، اللي هو اللي بيصبغ الاقمشه يعني. وهو كان صديق لزينون. زينون فتره من فترات هنقولها في التاريخ هرب نتيجه اضطهاد رئيس الجيوش اسمه اسبار، لانه وجد ان زينون ممكن يكون هيبقى ما يخلف ليو على العرش، وهو اسبار ده كان عايز يحط حد من ولاده، فكان عايز يقتل زينون باي طريقه. هرب راح منطقه انطاكيا وطلع بعد كده على البرتغال. في الفتره دي اتقابل مع القديس بطرس القصار ده، وصارت في صداقه بينهم. لما مارتيروس ورجع وجد اني بقى على الكرسي بطرس القصار المجموعه دي، فاصبح في صراع بين الشعب اللي موافق على خلقدونيا في انطاكيا يتزعم مارتيروس، وبين الشعب اللي رافض خلقدونيا يتزعم بطرس القصار. شعب بكنيسه بأساقفة بكهنه، عشان بس برضو تبصوا على الشكل، انه العالم كله اصبح في صراع وغليان، وده اللي عمله الشيطان. لدرجة انه مارتيروس لم يحتمل الصراع وهرب، وبعدين جمع بطرس القصار مجمع في انطاكيا، واعلن رفض كرسي انطاكيا خلقدونيا وحرمان مارتيروس. وقال ايه بقى؟ ركزوا على دي مهمة قوي، قلت لكم الحلقة اللي فاتت. قال: كما تسلمنا اللحن الذي أخذناه من الكنيسة الرسولية، اللي هو من الآباء الرسل يعني، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنه، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات. دي بيسموها ال3 تقديسات. الخلقدونيين قالت ان بطرس القصار هو اللي ألفها، لكن توجد مراجع ومخطوطات ذكرها ماري أغناطيوس، وتوجد أيضا مراجع كثيرة في عصر الآباء الرسل. الجملة دي كانت تقال في الكنائس، مش من تأليف بطرس القصار. بس هما ليه بقى حطوها تأليف بطرس القصار؟ علشان يقولوا بقى ايه؟ هرطق وقال قدوس الله الذي صلب عنا. ده ضد فكر نسطور. ونرجع بقى تاني، إذا كانت أفكار خلقدونيا كانت نتيجة خلاف في ألفاظ، لماذا رفضوا الإله المتجسد الذي صلب عنا؟ دي أفكار نسطور. الخلقدونيين بقى ما يطقوش بطرس القصار، لأنه في مجمع في أنطاكيا فرض هذا اللحن يقال في كل المواقف: أجيوس أوسيوس.
وابتدوا الخلقدونيين يهيجوا في أنطاكيا. لما لاون قعد على الكرسي نفى بطرس القصار، وكان وقتها ثيودور توفى، انتخبوا بعد منه واحد اسمه جوليان، وجوليان ده له قصة طويلة قوي هنحكيها بعدين. 451 إلى أن عاد بطرس القصار وقت الإمبراطور باسيليوس أو باسيلكوس. هنحكي القصة دي بتفصيل فيما بعد. لكن دي أنطاكيا. أنطاكيا كانت في حالة صراع وغليان، وبعد لما رجع باسيليكوس نفاه زينون تاني، رغم انهم كانوا اصحاب يعني، تحت ضغط الخلقدونيين علشان يعيدوا الاساقفه الخلقدونيه على كرسي انطاكيا. ثم هيعاد مره اخرى، هيعيدوا زينون مره اخرى لما يمضي على وثيقه الهينوتيكون اللي هنحكيها كمان شويه، هنحكيها في حلقات تانيه يعني. ده الحال في خلقدونيا. نيجي بقى الحال في الاسكندريه. الوضع في الاسكندريه كان اكثر التهابا، لان البابا ديسقورس هو البطل، هو اللي وقف قدام خلقدونيا. في 7 فبراير 452 اصدر ماركيان مرسوم بعزل كل اكليروس او اصحاب مناصب عليا يتكلموا في الامور اللاهوتيه. متخيلين؟ اسكندريه او في القسطنطينيه. وقال تلك الامور حسمت. لما بعد خلقدونيا جم 4 أساقفة، معاهم منشور لاون، ومعاهم قائرة خلقدونيا، ومعاهم كتيبة رومانية، وقالوا يا جماعة احنا مضينا على الوثيقة دي وجايين نحط اليد على بطرك آخر غير ديوسقورس. خلاص ديوسقورس اتحكم عليه بالنفي وبالتجريد. كان والي الإسكندرية وقتها مع ال4 أساقفة دول، وقالوا هنختار بروتيروس. مين بروتيروس ده؟ كان قلت لكم قبل كده كان كبير الكهنة في اسكندرية، وكان بيدير شؤون زي أمس، يعني بيدير الشؤون بتاعة الأبروشية بتاعة الاسكندرية يعني. وكان البابا ديوسقورس قبل ما يمشي حذره، قال له خلي بالك اوعى تخون الإيمان، اوعى توافق على أي إيمان مش مظبوط في غيابي. ولما رجع ال4 أساقفة دول قالوا ايه رأيك نحط اليد عليك وتبقى بطرك الكنيسة بلد ديوسقورس؟ قال لهم موافق. قالوا له بس الشرط تمضي على خلقدونيا. قال لهم امضي. تمضي على لاون؟ قال لهم امضي. فكان وقتها في نفس السفينة القديس أنبا مقار الأسقف اللي هو كان مع البابا ديوسقورس، فبص له كده وقال له هل تخون الكنيسة والإيمان؟ ألم تتذكر ما قالوا لك البابا ديوسقورس؟ فالوالي والكتيبة جابوا أنبا مقار وقالوا له امضي على هذا المنشور، وامضي على ان بروتيروس هو البطرك. قال لهم لقد دفعنا دم كثير في هذا الإيمان، لا يمكن أن أمضي. راح في ضابط راح رفصه برجله في بطنه، وقع مات. الشعب قام بثورة، الشعب القبطي هاج الشعب القبطي بثورة كبيرة جدا، وقالوا مش هيدخل بروتيروس ده الكنيسة. وفضل الشعب، الثورة دي بقى اتحولت لثورة ضد الرومان، ضد الوجود الروماني، وصارت ثورة مسلحة. وحاول الوالي الروماني انه يوقف الثورة دي، انضم له اليونانيين وانضم له اليهود وانضم له اليوثنيين، ولكن الشعب المصري كله راح اسكندرية ضد بيشارك في الثورة. راح طلب من القسطنطينية يجيبوا كتيبة تانية، فالكتيبة وهي في اسكندرية سألت هو الصراع عليه الثورة دي ليه؟ فقالوا لهم أصل الشعب ده بيحافظ على الإيمان
فالضباط والجنود قالوا مش هنخش نقتل حد بيحافظ على الإيمان. فاضطر الوالي إنه يعمل صلح مبدئي، وقال لهم عايزين إيه؟ قال له بروتيروس ما يدخلش الكنيسة. قال لهم هوافقكم، لكن ده كان حاجة مؤقتة. فيما بعد هيتقتل في المرحلة دي 24,000 مسيحي، فيهم أساقفة وكهنة ورهبان وشعب في المرحلة دي، علشان يحطوا على الكرسي بطرك ملكاني أو بطرك خلقدوني. فضل بروتيروس ده بقى مرفوض ومنبوذ من كل الشعب القبطي، حتى إنه كان بيمشي في الشوارع ومعاه عساكر رومان بيحوطوه. وقتها كان بيتزعم الكنيسة المحافظة على الإيمان القس تيمساوس والشماس بطرس. فالوالي قال دول لازم يبقى في قرار نفيهم، فالإمبراطور ماركيان أصدر قرار بنفيهم. دول مين بقى؟ دول من البطرك اللي هيبقى البابا تيمساوس الثاني، وبعد منه البابا بطرس الثاني. فضلت الصراع في اسكندرية لحد أما مات ماركيان. وقتها اتنيح البابا ديوسكورس، وفي 5 سنين المشهد بيتغير. من 453 ماتت بوليكاريا، ووقتها ماركيان كان بيخش في الصراع بكل عنف في اسكندرية أو مصر وانطاكيا وأورشليم وقسطنطينية. 454 تنيح البابا ديوسكورس، 455 اتقتل فالنتينيان الثالث، 447 هيموت ماركيان، ويبدأ عصر لاون 457. ده كان ضابط في الجيش. هنتكلم عن اللي حاصل بعد كده في اسكندرية. هيقعد البابا تيمساوس الثاني، وعلى كرسي بيزنطة أو القسطنطينية هيقعد لاون. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.